دي البيتزا الميكس جبن، شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها حلو قوي، الجبنه الرومي موتزاريلا طعمها حلو قوي. بقول لك ايه، تاكلي بيتزا ايطالي؟ ناكل بيتزا ايطالي. تعرف تعمليها؟ اه بعرف، بس اعملها انت. انا اللي هعملها احسن منك. هنشوف. تعالي نعملها. استني، اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي انزل اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تشوف كل الوصفات الجديده واللي انا بعملها. يلا بينا. اول حاجه هنجيب كوبايه ميه دافيه، هنجيب معلقه ونص خميره فوريه ونحطها فيها. هنجيب معلقه سكر، هنقلب الكلام ده كله، هنغطيها ونسيبها على جنب لحد ما الميه تخمر. هنجيب بوله فاضيه نعجن فيها، وعلى حسب الكميه اللي هتعملوها. كام بيتزايه هتحطوا دقيق، لكل بيتزايه وسط هتحط كوبايتين دقيق. انا هحط 6 كوبايات دقيق عشان انا هعمل 3 حلوين. هنحط معلقه ملح، هنحط كوبايه لبن ساقعه، هنحط نص كوبايه زيت، وهنعجن بقى حلو بايدينا. عملتها ربع عجنه، واضيف بقى الخميره اللي انا عملتها ونكمل عجن. وبعد ما بقت زي الفل كده ولمت وما بقتش تلزق، هنحط لها نقطتين زيت. بص بقت عامله ازاي. هنسيبها كده لمده ساعه تخمر ونغطيها ونسيبها. بعد ساعه من التخمير بس خمرت بقت عامله ازاي. نفضي منها الهواء. عجينه طريه خالص. هنرش شويه دقيق، ألمها بقى بشويه الدقيق دول كده، اقطعها على 3. ان شاء الله العجينه بص عامله ازاي. نغطيها لمده ربع ساعه ترتاح وبعد كده نرجع لها تاني. على ما العجينه ترتاح 5 دقايق تعالوا نعمل الصلصه بتاعت البيتزا. هنحط صلصه، هنديها رشه ملح، هنديها رشه فلفل، هنديها شويه زعتر، ونقلبها. العجينه ارتاحت وبقت زي الفل. نديها بس شويه دقيق عشان نفردها. مش هرفعها قوي ومش هخليها في نفس الوقت سميكه قوي. هنجيب صينيه مدهونه زيت، هنخرمها، نحط صلصه. هحط بقى ايه، هعمل دي اطراف سوسيس واقفل كده اهو. عندي بقى الحشو بتاع دي سجق شرقي. هنرش زيتون برضو، هنرش بقى الموتزاريلا، نحط بقى كام شريحة فلفل الوان، واخر حاجة خالص هنديها رشة زعتر. تعالوا بقى بصوا البيتزا الميكس تشيز دي. بوم، حطيت جبنة شيدر وحطيت الزيتون والفلفل الالوان والفلفل الرومي. قطع عليها بقى حتة جبنة نستون كده اهو من الغالية، حتة ب4 جنيه. هنبشر بقى جبنة رومي، اخر حاجة بقى وش موتزاريلا، نديها رشة زعتر هي كمان. هنحطهم في الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180، مشغلينها من تحت بس وحاطينهم في النص على الشبكة، ويلا بينا. بصوا بقى البيتزا بعد ما طلعت.
بس جبنه موتزاريلا. بسم الله. بصوا من تحت مستويه ازاي. تعالوا بقى ندوق البيتزا الحلوه دي عامله ايه. دي البيتزا الميكس جبن، شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها حلو قوي. الجبنه الرومي موتزاريلا طعمها حلو قوي. واحد يقول لي انت ناقصك جبنه ليكفورد، اقول له انت صح، بس انا ما بحبش الجبنه المعفنه. جامده قوي وطريه. بس انا مش وراكم طريه ازاي. بص تعالوا بقى نشوف السجق اللي هي اطراف سوسيس. الجبنه دي فيها سايحه اكتر عشان دي لسه سخنه، دي بردت. الميكس جبن بيردت شويه. بس شكلها عامل ازاي. السوسيس، بص السوسيس سجق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. سجق طعمه حلو قوي 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 فيها. طريه برضه، طريه مش ناشفه. حلو قوي. بصوا الجبنه عامله ازاي عليها على الوش. تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى السوسيس اللي جوه الاطراف. مظبوط. جامده قوي. اتمنى ان الوصفه دي تكون عجبتكم، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا احلى وصفات اللي جايه. متنسوش اللايك. سلام.